وان هي مش هتيجي الحفلة معاهم، وان هي هتفضل في البيت وتخلص شغلها، وبتستهزأ بيها وبتحاول سندريلا ما تعيطش وبتكتم حزنها جواها. وبعد كده بتبدأ سندريلا انها تصنع فستانها بنفسها، والفيران بيساعدوها، وبيجي ميعاد الحفلة وبتنزل لمرات ابوها وبناتها وبتعرفهم انها جاهزة، وقدرت انها تحول فستان مامتها من موضة قديمة لستايل جديد ومختلف وبسيط. ولكن مرات ابوها بترفض وبتحرجها بالكلام وبتكسر بخاطرها، وبتروح وبتعرفها انها خدامة وهتفضل في البيت لحد ما تخلص كل اللي وراها، وان مكانها مش في الحفلات، وبيقطع فستانها. وسندريلا بتجري بره وبتحاول ان هي تبقى قوية زي ما وعدت مامتها، ولكن ما بتكونش قادرة وبتعيط وبتعتذر لمامتها انها ما عرفتش تبقى شجاعة زي ما وعدتها، وبتفضل تعيط لحد ما بتظهر ست عجوزة وبتطلب من سندريلا المساعدة فانها تجيب لها حاجة تاكلها. فبتروح سندريلا تجيب لها اكل ولبن تشربه، ولكن العجوزة بتعرفها ان ما همهاش اللبن، وان اللي همها قلبها الطيب ده. وبتبقى سندريلا مستغربة من كلام